رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين جريدة الأنباء مرة ثانية، ومثل ما عودناكم على جلساتنا الممتعة المتنوعة، واليوم رح تشوفوا جلسة كتير حلوة مثل ما عودناكم دايما. واليوم احنا بمركز الجهراء كلينيك تابع لجار الله، ان شاء الله تزورونا دايما وتشوفوا شغلنا وتشوفوا جلساتنا الممتعة اللي انتم دايما بتشوفوها على اليوتيوب. وان شاء الله رح تشوفوا جلسة اليوم عن توحيد البشرة والنضارة، وإن شاء الله تنين على إعجابكم مثل ما تعودنا وتعودتوا منا. شكراً. أعزائنا مشاهدين الأنباء، اليوم رح نعمل جلسة كتير حلوة ممتعة وخفيفة مثل ما البيشن طالبة. اليوم البيشن طالبة توحيد لون البشرة مع تبييض مع إخفاء الخطوط بدون إبر. طبعا كلمة بدون إبر شوي صعبة، بس اليوم رح نشوف الجلسة وإن شاء الله تستفيدوا منها. طبعا أول خطوة رح نبدأ فيها اليوم هي تنظيف البشرة وتعقيم البشرة قبل كل جلسة. تنظيف البشرة مثل ما أنتم عارفين، طبعا بنذكركم دايما حركات إيدينا بتكون من تحت لفوق عكس الجاذبية الأرضية. بنحط طبعا ملك، بنحط طبعا الملك، بنختار الملك حسب نوعية البشرة. بنعقم بنتوني. أول شيء بنعمل على تجفيف البشرة بالطريقة هاي. بنعقم البشرة. اوكي، بعدين رح نعمل على تنظيف منطقة العين. طبعا تنظيف منطقة العين إلها تنظيف مخصوص لإلها، رح يكون منظف منطقة العين. هو اليوم احنا اخترنا لها منظف كتير كويس مخصوص، مزيل مكياج العين طبي كتير. هو خلط بين زيت اللوز وشمع العسل. تنظيف العين بيكون بالطريقة هاي، حرف السي مثل ما عودناكم. بعد ما عملنا تنظيف البشرة وتنظيف منطقة العين، هلا بنيجي للصنفرة. طبعا اليوم لأنه البيشن مختارة جلسة تبييض مع توحيد لون مع نضارة مع الشد، اليوم رح نستعمل صنفرة كتير مهمة. طبعا ما ننسى منطقة الرقبة انها كتير مهمة. اوكي، راح نخليها تنشف دقيقتين وبعدين بنفتها. اوكي، بعد ما مادة البيلينج جفت على البشرة هلا بنبدأ نفتها بالطريقة هاي. طبعا هاي كلها بتجدد خلايا الجلد، الخلايا القديمة كلها بتطلع وبيبدأ التوحيد اللون. بالطريقة هاي. هيك بتكون احنا جففناها، فتينا الصنفرة، اعطينا لون الجلد اللون الطبيعي تبعه، تغير لونه لو انتم ملاحظين. هلا رح اعطيها ابرة نضارة مع شد الخطوط بالديرمابين بدون حقن. اوكي، نبدأ بنحط المادة زي ما احنا قلنا بدون حقن.
بنعتبرها مثل سيرم المادة بالطريقة هاي. على الخطوط كلها. هذا مثل ما تقولوا مجموعة فيتامينز بتدخل للجلد بدون حقن طبعا، وهلا رح ندخلها عن طريق الديرمابين، رح نشوف. اوكي، هلا بنبدأ نشتغل بالجهاز اللي هو الديرمابين. بندخل المادة بدون حقن. ناخد منطقة منطقة، نركز على الخطوط أكتر. هيك بنكون حطينا لها الامبولز تبع الشد. هلا بنبدا نعملها تدليك خفيف مع مساج خفيف بكريم التبييض تبع الجلسه. بنعملها شوي ريلاكس للجلد عشان بعد الديرمابين يكون شوي ريلاكس. اخر خطوه رح نعملها اللي هي الماسك. كمان احنا اخترنا ماسك لتوحيد اللون، بيعطيها توحيد لون اكثر. هي الجلسه كلها توحيد لون، بس كان بالديرمابين مع الامبور رح يكون فيها شد مع نضاره عشان نخلط بين توحيد اللون والشد والنضاره. تقريبا مدة الماسك 15 دقيقة وبنشيله. هيك الماسك بيكون أخذ مفعوله، بنشيله من على البشرة. وهيك بتكون انتهت حلقتنا، وإن شاء الله تكون عجبتكم.